حصلت يا صديقي على تفصيل كل حاجة بخصوص موضوع لاعبي الدوري الإنجليزي وانتقالهم لبطولة أفريقيا. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن رسميا إنه حسم الموضوع. القرار النهائي بيقول إن الأندية ملزمة تسيب لاعبيها يمشوا لتمثيل منتخباتهم في كأس الأفريقية بداية من يوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر الجاري. ده معناه إن اللاعبين هيكون معاهم حوالي أسبوع واحد بالظبط يستعدوا فيه مع فريقهم القومية قبل ما تبدأ البطولة نفسها يوم 21 من نفس الشهر. القرار ده مش جديد، لكنه جزء من روح تفاهم بين الاتحادات علشان يقللوا الضرر على الأندية زي ما حصل في كأس العالم قبل كده. وفي النهاية فيفا شجع الأندية والاتحادات الوطنية إنهم يتفاوضوا فيما بينهم بحيث النية علشان يوصلوا لأفضل حل لكل لاعب على حدة. طبعا القرار ده هيكون ليه تأثير مباشر على مباريات الدوري. بالنسبة لمعظم الأندية في آخر ما هتشوف لاعبتها هيكون في مباريات عطلة نهاية الأسبوع اللي قبل ما يسافروا، يعني التالت عشر والرابع عشر من ديسمبر. لكن في حاجة مهمة، في عدد قليل من المباريات اللي اتحددت أصلا يوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر، وهي اليوم اللي مفروض اللاعبين يسافروا فيه. في الحالة دي من المتوقع إن اللاعبين مش هيقدروا يلعبوا تلك المباريات نهائياً. واحدة من أشهر الأمثلة على كده هي مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي اللي هتقام في اليوم ده نفسه. مانشستر يونايتد من الفرق اللي هتتأثر كتير لأن عندها 3 لاعبين رايحين البطولة: برايان مابيمو الكاميرون، وأوماد ديالو ساحل العاج، ونصير مزراوي المغرب. وخصمهم بورنموث ممكن كمان يغيب عنهم وسط الميدان أمين عدلي اللي ليه فرصة بالمشاركة مع المغرب. حتى قبل الإعلان الرسمي كان مدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم عبر عن أمنيته إنه يبقى مع اللاعبين لفترة أطول ولو حتى بعد مباراة بورنموث، وكان بيقول إنهم هيحاولوا يرتبوا الأمر مع الاتحادات المعنية. من ناحية تانية القرار الجديد ساعد أندية تانية، يعني الأندية اللي عندها مباريات في دوري أبطال أوروبا يوم 9 و10 ديسمبر أو في الدوري الأوروبي والمؤتمر يوم 11 ديسمبر هتقدر تستخدم لاعبيها الأفارقة في تلك المباريات المهمة قبل ما يسافروا. النسخة دي من كأس أفريقيا هتستضيفها المغرب، وهتبدأ يوم 21 ديسمبر وهتنتهي يوم 12 من يناير سنة 26. فده ملخص الوضع. الموعد النهائي للسفر هو 15 ديسمبر، مع وجود مساحة للتفاوض في حالات معينة وتأثير عملي على آخر جولة من مباريات الدوري قبل ما ينقطع النجوم الأفارقة لفترة.